اهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن لغة جافا اللي تعتبر واحدة من اهم واشهر لغات البرمجة في العالم. لو انت مبتدئ في البرمجة او حتى لو كنت متمكن، الفيديو ده هيساعدك تبدأ او تحسن مهاراتك في الجافا. الكود بتاع جافا ممكن يكون شوية معقد في البداية، بس لو فهمت الاساسيات هتكتشف ان الموضوع مش صعب خالص، بالعكس هيبقى ممتع جدا. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض حاجات زي اساسيات لغة جافا، ازاي تكتب كود باستخدامها، وازاي تستخدمها لتطوير تطبيقات حقيقية زي تطبيقات اندرويد. هنشرح ليه جافا من اهم اللغات في عالم البرمجة اليومين دول. ولو حبيت تبدأ تتعلم جافا بعمق بعد الفيديو، هتلاقي مصادر كتير هتساعدك تواصل في تعلمك. واهم حاجة، لو في اي سؤال او حاجة مش واضحة تقدر تكتب في الكومنتات تحت، وانا هكون سعيد اني اساعدك. طيب ليه جافا بالذات؟ في البداية، جافا مش مجرد لغة برمجة عادية، هي لغة قوية جدا ومشتركة في كتير من المجالات. لما تفكر في البرمجة هتلاقي جافا هي اللغة اللي ورا تطبيقات اندرويد الشهيرة وكمان الويب وتطبيقات المؤسسات الكبرى. لما تفكر في الشركات زي جوجل وابل ونتفليكس هتكتشف ان جافا جزء كبير من نجاحهم. مع ان في لغات جديدة ظهرت زي بايثون وجافا سكريبت، إلا إن جافا لسه ليها حضور قوي جدا. اللي بيميز جافا عن غيرها هو إنها بتشتغل على أي جهاز. يعني لو كتبت كود جافا على جهاز معين هينفع يشتغل على أي جهاز تاني بدون ما تعمل تعديلات كتير. ده بيسمى write one run anywhere أو اكتب مرة شغل في أي مكان. ولأن جافا لغة محمولة بتقدر تستخدمها على أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، آم، السيرفرات، وحتى في الألعاب. يعني لو انت ناوي تبدأ في مجال البرمجة أو حتى لو انت بتفكر في تعلم لغة جديدة، جافا هي أفضل اختيار ليك، وهي هتفتح لك أبواب كتيرة في مجالات متنوعة. دلوقتي هنتكلم عن الأساسيات بتاعة جافا. لو انت لسه مبتدئ ممكن تحس ان الكود معقد شوية، لكن لو فهمت الأساسيات هتلاقي الموضوع مش صعب. في البداية، لغة جافا لغة محكومة جدا بالقواعد. لازم تكون دقيق جدا في الكتابة، زي مثلا تعريف المتغيرات. المتغير هو المكان اللي هتخزن فيه البيانات اللي هتستخدمها في الكود. المتغيرات في جافا بيكون ليها نوع معين، زي الانت عشان الارقام او السترينج عشان الكلمات. مثلا int age يساوي 25، string name equal سمير. لما تبدأ تستخدم المتغيرات دي هتلاحظ ان جافا متطلبة شوية في الكتابة، يعني كل حاجة لازم تكون منظمة. لو حاولت تكتب كود غلط، جافا هتديك رسالة خطأ واضحة جدا تساعدك تصلح المشكلة. اما بالنسبة لللوبس، الجافا بتدعم اكتر من نوع من اللوبس. الفور لوب مثلا بتخليك تكرر نفس الكود لعدد معين من المرات. تخيل معايا لو عندك قائمة من الارقام وعايز تجمعهم، تقدر تستخدم الفور لوب عشان تكرر جمع كل الارقام. for int I يساوي 0 in I أقل من numbers dot length I plus plus sum plus equal numbers I. أما ال if statement بتخليك تقرر بناء على شرط معين. يعني لو كان في حالة معينة بتحققها ممكن تعمل حاجة معينة، زي مثلا if age أكبر من أو يساوي 18 system dot out dot print ln انت بالغ، else system dot out dot print ln انت مش بالغ. الاساسيات دي في البداية، ومن هنا هتقدر تبني الكود بتاعك خطوة بخطوة وتتوسع فيه اكتر كل ما تتعلم اكتر. اللي يميز جافا كمان هو استخدامها الواسع في الحياة العملية.
جافا مش بس لغة أكاديمية، لكن لها تطبيقات حقيقية في العالم كله. لو عندك موبايل اندرويد لازم تعرف ان اغلب التطبيقات الكبيرة اللي بتستخدمها يوميا مبنية بلغة الجافا. جافا بتساعد في بناء تطبيقات معقدة جدا، وبتديك القدرة على التعامل مع قواعد البيانات، وجهات المستخدم، والكتير من الحاجات التانية. وكمان في مجال المؤسسات الكبرى جافا لها دور كبير. الشركات الضخمة زي جوجل، فيسبوك، ونتفليكس بتستخدم جافا في بناء أنظمتها الخلفية. مثلا لو انت بتستخدم نتفليكس، التطبيق ده غالبا مبني باستخدام جافا عشان يقدر يحقق السرعة والكفاءة في إدارة المحتوى. إضافة إلى ده، جافا بتستخدم في أنظمة السيرفرات الكبيرة اللي بتحتاج أمان وكفاءة عالية. وده بيوضح قد ايه الجافا مناسبة لبناء أنظمة ضخمة ومتطورة. الوقت ده هنكمل مع بعض ونغوص في المفاهيم المتقدمة شوية في جافا. يعني ايه Object Oriented Programming أو OOP؟ ببساطة OOP هي طريقة لتنظيم الكود بطريقة تسهل عليك التعامل مع الكود المعقد. في جافا الكلاسز هي أساس كل شيء. الكلاس هو القالب اللي بتصمم منه الأشياء اللي هتستخدمها. زي مثلا لو كنت عايز تصمم برنامج بيتعامل مع السيارات، هتكتب car class، وداخل الكلاس دي هتعرف خصائص attributes زي color، model، year، وسلوكيات methods زي start engine. اما الobjects هي النسخ الفعلية من الكلاس دي. يعني لو عندك car class ممكن تنشئ object جديد زي car my car equal new car، وبعد كده تقدر تتعامل مع الاوبجكت ده وتستخدمه في الكود. الجافا كمان بتدعم ال inheritance. يعني لو عندك كلاس عام زي animal، تقدر تعمل كلاس خاص زي dog او cat يرث منهم ويضيف خصائص جديدة. ده بيسهل عليك اعادة استخدام الكود بدل ما تعيد كتابته. اخيرا الجافا بتدعم polymorphism. يعني تقدر تستخدم نفس الاسم اكتر من طريقة مختلفة حسب نوع الاوبجكت اللي انت بتتعامل معاه. دي ميزات قوية جدا في البرمجة، وبتساعدك تنظم الكود بشكل افضل. في جافا كمان في مجموعة من الخصائص المتقدمة اللي بتخليك تكتب كود اكتر كفاءة وسرعة. اول ميزة هنتكلم عنها هي المالتي ثريدنج. ايه يعني مالتي ثريدنج؟ يعني لو عندك اكتر من عملية process في البرنامج، جافا بتسمح لك تشغلهم في نفس الوقت. مثلا لو كنت عايز تحمل بيانات من الانترنت وفي نفس الوقت تعرضها للمستخدم، تقدر تستخدم الثريدز عشان تخلي العمليات دي تشتغل في وقت واحد بدون ما يتأثر الأداء. الاكسبشن هاندلنج كمان من الحاجات المهمة في جافا. يعني لو حصل خطأ في البرنامج، الجافا هتديك رسالة واضحة تساعدك تتعامل مع المشكلة، وده بيسهل عليك اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة. أما الكوليكشنز فهي زي الحاويات اللي بتخزن فيها بيانات، زي الليست، الست، والماب. لو عندك مجموعة من البيانات وعايز تتعامل معاها بطريقة مرتبة، تقدر تستخدم الكوليكشنز. لو عايز تطور مهاراتك في جافا وتبني تطبيقات معقدة، لازم تتعرف على الفريم ووركس اللي هتسهل عليك كتير. مثلا Spring Framework بتخليك تكتب الكود بطريقة أكثر تنظيما وسهولة. أما Hibernate فهو بيخليك تتعامل مع قواعد البيانات بطريقة أسهل وأسرع بدون ما تكتب سيكوال كتير. أما لو كنت مهتم بتطوير واجهات المستخدم، جافا اف اكس هيساعدك تبني واجهات جميلة وسريعة باستخدام جافا. دلوقتي انت عرفت الأساسيات والمفاهيم الرئيسية في جافا زي المتغيرات، اللوبس، OOP وفريم ووركس. لو حابب تكمل في تعلم الجافا، في مصادر كتير على الانترنت زي الدورات المجانية والكتب اللي هتساعدك تتعلم اكتر. وفي النهاية
كل شيء في البرمجة بيحتاج وقت وممارسة، فابدأ دلوقتي وركز على تعميق معرفتك يوم بعد يوم. ولو عندك أي أسئلة اكتبها في الكومنتات تحت، وأنا هكون سعيد إني أساعدك.